الأب كان بيعمل حركة علشان يختار مين من ولاده يروح المدرسة. كان يلف المعلقة على الترابيزة واللي تيجي عليه هو اللي هيدخل المدرسة. لكن اللي محدش عارفه إن الأب كان ملفوف حوالين رجله مغناطيس، ولما المعلقة قربت توقف وجهها ناحية ابنه. كده الابن دخل المدرسة والبنت فضلت في البيت تساعد في الشغل وتكسب فلوس علشان تعليم أخوها. بس الحقيقة إن البنت هي اللي اقترحت على أبوها فكرة المغناطيس. هي اتنازلت بمزاجها عن حقها علشان أخوها يكمل. الولد ما خيبش ظنها، بعد 2 سنين رجع بخبر حلو، جواب قبول الجامعة. لكن فرحته ما كملتش لما لقى أبوه فقد رجله وإيده. الولد ما كانش مصدق وقال مش هدخل الجامعة، المصاريف كتير والعيلة مش هتستحمل. لكن الأب قال مهما حصل هلاقي الفلوس. الأخت وقتها طلعت 2000 يوان من شنطتها وقالت إنها من مهرها لأنها اتجوزت ابن أغنى راجل في القرية. الخبر محدش كان مصدق علشان ما كانش زوج كويس. البنت ضحت بنفسها علشان أخوها يكمل تعليمه. الأب حس بالذنب وراح يستلف من أخوه، لكنه مش مصدق إن مرات أخوه رفضت تطلع فلوس وطلعت له بوش مش كويس، وكمان حاولت تطرده. وهو مكسور لقت بنته عمدة الجارية جات وساعدته وطلبت من أهل القرية يتعاونوا، وأعلنت بخط السماعات عن قبول الولد في الجامعة. أهل القرية وقفوا جنبه وجمعوا باقي المصاريف. الأب وصى ابنه ما تنساش الجميل ده أبداً. مرت 8 سنين بسرعة. الولد بقى عالم كبير ومستكشف على المريخ. قضى السنين دي يحاول يزرع محاصيل هناك، وبعد محاولات كتير نجح يزرع بطاطس لأول مرة على المريخ. النجاح ده كان بداية عصر جديد للبشرية. وبعد ما خلص مهمته قرر يرجع للأرض، وأول حاجة في باله يروح بلده ويرد الجميل. لكن أول ما دخل الطريق اللي بيوصل لقريته لقى الدنيا متغيرة. في القاعة الكبيرة أبوه وأمه هناك في المحكمة قدام أهل القرية. السبب إنهم شافوا صورته في إعلان مطلوب للعدالة في الجورنال. الصورة كانت شبهه، ومع غيابه الطويل افتكروا إنه بقى نصاب في اللحظة دي. الولد كان واصل مدخل القرية، كان معاه فريق حراسة مخصوص باعتباره شخصية مهمة في البلد، لكنه ما حبش يلفت الانتباه فساب الحراس عند المدخل ودخل لوحده يسلم على أهل القرية من غير ما يعرف إن كل أهل القرية متجمعين جوه القاعة وبيفضحوا أهله